تخيل أن تستيقظ صباحاً لتكتشف أن بلدك أصبح من أكثر دول العالم تعاسة، بل واحتل المركز السادس عالمياً. والمصيبة أن بعض الناس زعلوا لأننا لم نحصل على المركز الأول. رسمياً أصبحنا علامة عالمية في التعاسة، فبحسب التصنيفات الأخيرة وصلنا إلى المركز السادس عالمياً في قائمة أكثر الشعوب معاناة وتعاسة، أي أن هناك 5 دول فقط تتألم أكثر منا، وكأن الأمر إنجاز تاريخي يستحق الاحتفال. ومن اليوم فصاعداً لا يحق لأحد أن يشتكي من الضبح، لأننا ببساطة دخلنا مرحلة البؤس الاحترافي. العالم كله يشاهدنا ونحن نحطم الأرقام القياسية في الصبر وتحمل الظروف، حتى أصبح الحزن لدينا وكأنه مهارة وطنية متوارثة. ورغم كل ذلك ما زال الناس يواجهون الواقع بالسخرية والضحك، وكأن النكتة أصبحت وسيلتنا الرسمية للبقاء. لكن المفارقة الأكثر طرافة أن البعض لم يغضبه التصنيف نفسه، بل أغضبه أننا لسنا في المركز الأول، وكأن الوصول إلى القمة في النكد أصبح حلماً مؤجلاً يحتاج إلى مزيد من المعاناة. ومع كل هذه الظروف يبقى الأمل حاضراً، وتبقى الضحكة اليمنية قادرة على النجاة حتى وسط أصعب الأيام. اشترك بالقناة وحط لايك، ربي يسعدك.